بعد ما الشركة أخذت القطع المتبقية من حطام الطائرة رقم 401، ركبت القطع على مجموعة من الطائرات اللي من نفس نوع الطائرة. وبعد مدة دامت لأكثر من 3 أشهر، بدأ الموظفين يلاحظوا أو يشوفوا أشياء مرعبة داخل هذه الطائرات. وكل ما يقدم شخص من العمال أو الموظفين لهذه الشركة سجل يشكي فيه عن الأحداث اللي تظهر له، الشركة على طول تطرده أو ترسله لطبيب نفسي. استمرت الشركة على هذه الحالة، كل ما جاء شخص يشتكي لهم يطردوه أو يرسلوه لطبيب نفسي، إلى أن جاء يوم من الأيام قرروا 2 من الموظفين إنهم يطلعوا بمقابلة تلفزيونية ويتكلموا عن كل شيء صار معاهم بالتفصيل. وفعلا أخفوا جنسياتهم، كل شيء يخلي الشركة تتعرف عليهم بدون المقابلة. في مطار نيويورك الدولي تحديدا في لوس أنجلوس، كانت الطائرة رقم 318 قيد الصيانة قبل إقلاعها من مطار ميامي. وبعد انتهاء الصيانة وتعبئة الوقود، فتحت المضيفة سيس باب الطائرة وبدأت تستقبل المسافرين وتتحقق من أسمائهم وعددهم. وبعد صعود المسافرين على الطائرة وجلسوا على كراسيهم، لاحظت سيس إنه في شخص زاد عن العدد. استغربت وبدأت بالعد مرة ثانية، لكن فعلا في شخص زاد عن العدد. والشخص هذا كان في الدرجة الأولى من الطائرة وعليه ملابس طيار، ومن ملابسه باين عليه إنه طيار من الخطوط الجوية الشرقية يلي هم الآن في مطارها. وسيس بعد ما شافت عليه ملابس الطيار إجاتها لحظة إدراك، وهو إنه يمكن طيار يحتاج توصيل من الخطوط الجوية الشرقية، لأنه في هذاك الوقت إذا كان في طيار يحتاج توصيل فيطلع مع أقرب طيارة، لكن حتى لو كان يحتاج توصيل لازم إنها تسجل بياناته. اقتربت ناحيته وقالت: حضرتك أنت طيار عندنا تحتاج توصيل؟ لكنه ما رد عليها، وحتى قصته خلت سيس تستغرب. وكان حاط الكاب أو القبعة على وجهه وملامحه ما كانت تبان أبدا. رفعت سيس نبرة صوتها شوي وقالت: حضرتك ممكن تعطيني اسمك عشان أسجلك عندي في السجل؟ برضه ما رد ولا كأنه سامع شيء. وفي نفس الوقت كان في مضيفة ثانية اسمها ديان، كانت تتكلم مع المسافرين بالقرب من المضيفة سيس. التفتت لسيس وعرفت من ملامح وجهها إنها جالسة تواجه مشكلة مع هذا الكابتن. راحت عندها عشان تساعدها، وطول ما كانوا يتكلموا معاه هو واقف مثل الصنم. عصبت سيس وقالت: شوفي أنا راح أروح أكلم كابتن جورج وهو يجي يشوف شغله. راحت سيس لقمرة القيادة وكلمت الكابتن جورج عن المشكلة، وطلع معها عشان يشوف إيش صاير داخل الطائرة، لأنه وقت إغلاق باب الطائرة الكابتن هو المسؤول عن كل كبيرة وصغيرة داخل الطائرة. بدأ الكابتن جورج يتكلم معاه وهو برضه ولا كأنه موجود، ما يرد على أي أحد، إلى أن لاحظ مجموعة من المسافرين اللي كانت كراسيهم قريبة من كرسي هذا الشخص إنه في مشكلة تواجه طاقم الطائرة. بعد ما فقد الطيار جورج الأمل إنه هذا الكابتن أو يعلم الله من كان إنه يتكلم، بدأ يقرب يده عشان يشيل الكاب من وجه هذا الشخص ويشوف منه هذا الطيار. وأول ما شال الكاب من وجه هذا الكابتن تشقلب على ظهره وقال: مش معقول، الكابتن بوب لوفت. وقبل ما ينطق كلمة ثانية بدون أي سابق إنذار اختفى هذا الشخص قدام عيونهم كلهم. ومن قوة الصدمة بدأت المضيفة سيس وديان يبكين ويصارخين من الخوف، والمسافرين اللي كانوا يشوفوا إيش المشكلة كلهم خافوا وبدأوا يتكلموا مع بعض بشكل مرعب. وبعد مدة قصيرة أدرك الطيار جورج والمضيفات اللي معاه إنه هذه الرحلة هم المسؤولين عنها، لذلك لازم إنهم يتصرفوا بشجاعة. وفعلا انقسم طاقم الطائرة إلى قسمين، قسم يهدوا المسافرين وقسم يدوروا على هذا الشخص. وبعد ما دوروا عليه بكل أجزاء الطائرة ما شافوا له أي أثر. اعتذر الطيار من المسافرين وأقلع مباشرة قبل ما تطور الحادثة. وتقريبا في نص الرحلة كان في سيدة نائمة على الكرسي تبعها، ومعروف إنه هذا النوع من الطائرات بسبب حجمهم الكبير الكراسي بالعرض عددهم 8 كراسي، بسبب إنه عدد المسافرين ما كان مكتمل كانت أغلب الكراسي فاضية، والمسكينة لسوء حظها كانت مسافرة لوحدها. وقت ما كانت نائمة وسارحة في أحلامها حست إنه في يد لمستها من الكتف. صحت من النوم مفزوعة، لكن السبب مش من اليد، ملمس اليد كان خشن وبارد بشكل مش طبيعي. وبعد ما التفتت وشافتها وشافت بشاعتها بدأت تصرخ منان الطائرة إلى أن فقدت الوعي. والمسافرين من قوة الصدمة والخوف الكل تجمد في مكانه، ما قدروا حتى يرفعوا رؤوسهم. جت بسرعة المضيفة سيس ومعها مضيفة ثانية اسمها جيني وأخذوها لمؤخرة الطائرة عشان يصحوها ويعتنوا فيها. وإذا تتذكروا في بداية الجزء الأول قلت الطائرة من كثر ما هي كبيرة كانت تتكون من دورين. الدور الأول كان يوجد فيه قمرة القيادة والمسافرين والحمامات، وأما الدور الثاني كان عبارة عن مطبخ صغير وصالة. والصالة الصغيرة هذه كانت مخصصة لطاقم الطائرة، وفيها كذا كم كنبة يرتاحوا عليها. إذا في واحد راح يتنقل بين الدورين كان في مصعدين، واحد مخصص للنزول وواحد مخصص للصعود. المهم بعد ما صحت المسافرة اللي فقدت الوعي من الخوف، لكن حرارتها كانت مرتفعة بشكل مش طبيعي ويدها اليمنى كانت باردة مثل الثلج. تقول المضيفة سيس: ما كنا نعرف إيش نعمل، كنا بس منتظرين الطيارة تصل إلى وجهتها عشان ننقلها لأقرب مستشفى. وبعد فترة قصيرة تذكرت المضيفة سيس إنه صديقتها ديان المضيفة الثانية جالسة بالدور الثاني تجهز الأكل. شعرت بالقلق على صديقتها وقررت إنها تنزل تحت عشان تساعدها وما تخاف. إذا سيس خوافة ديان أكثر منها ب10 مرات. استأذنت من المضيفة جيني وقالت لها: انتبهي معاك المريضة، راح أنزل أساعد ديان، دقائق بس نجيب الأكل ونكون عندك.
قالت المضيفة جيني: ما عندي مشكلة، لكن أتمنى إنكم ما تتأخروا لأن المريضة قد تصحى بأقرب وقت، أخاف عليها. كمان بدأت تحس بالخوف. دخلت سيس المصعد وبدأ ينزل. في نفس الوقت كانت ديان طالعة بالمصعد الثاني عشان تروح تأخذ سيس معاها لأنها خافت وحدها. صعدت وبدأت تدور على سيس، لكن سيس كانت تحت في المطبخ وحدها. وبعد ما دورت ديان على المضيفة سيس داخل أجزاء الطائرة ما شافتها، لكن شافت المضيفة جيني واقفة بآخر الطائرة في معاها مريضة، يعني باين من ملامحها إنه فيها شيء. راحت وبدأت تسألها عن سيس. قالت سيس قبل كم دقيقة استأذنتني وقالت إنها راح تنزل عندي. استغربت ديان لكن ما طولت كثير، ركبت المصعد وبدأ ينزل. وأول ما نزلت تحت بدأت تدور على سيس، ما شافت أي أحد. استغربت وخوفها زاد أكثر، وكمان كان في عندها إحساس إنه المضيفة سيس موجودة في الأدراج راح تسوي فيها مقلب. مسكت نفسها بدأت تحرك الأطباق وتسوي نفسها مشغولة، تنتظر بس اللحظة اللي سيس تطلع فيها وتخوفها. وكل ما يمر الوقت خوفها يزداد أكثر وأكثر، إلى أن فقدت صبرها وبدأت تفتح الأدراج بهدوء، لكن ما شافت أي شيء. وصلت حدها من الخوف وقررت أنها تتجه للصالة، لعل وعسى سيس تعبت ودخلت عشان ترتاح. وكل ما كانت تقترب عند الباب خوفها يزداد أكثر وأكثر ويدها ترتجف أكثر، إلى أن وصلت عند الباب وفتحت الباب ببطء، لكن اللي شافته خلاها انهارت من الرعب. شافت نفس الطيار اللي كان موجود في الدرجة الأولى في بداية الرحلة واختفى، وكان جالس على الكنبة من نفس جلسته على الكرسي، منزل الكاب ويناظر لتحت ما يتحرك ابدا. واول ما شافته ديان صرخت باعلى صوتها وبدات تركض ناحيه المصعد وتضغط على الازرار بشكل هستيري. تقفل باب المصعد اخيرا وبدأ بالارتفاع. واول ما وصل المصعد خرجت من المصعد وشافت صديقتها سيس بمؤخره الطائره تعتني بالمريضه اللي كانت المضيفه جيني تعتني بها قبل شوي. ولما كل واحده شافت الثاني بدأوا يركضوا ناحيه بعض ويحضنوا بعض، وديان منهاره من البكاء وكان وجهها شاحب وباين عليها مرعوبه. واتضح بعدها انه لما المضيفه سيس استأذنت من المضيفه جيني وقررت انها تنزل عند ديان، نزلت ودخلت المطبخ لانه ديان طلعت بالمصعد الثاني عشان تاخذها معها. وكان في عندها احساس كمان انه هي مش وحدها. بدأت تدور على ديان داخل المطبخ وكانت تناديها لكن ما في أي أحد يرد. وفجأة سمعت أصوات طالعة من الصالة، وكان في بالها إنه ديان موجودة داخل الصالة مع واحدة من المضيفات ويرتاحوا. لكن كل ما كانت تقترب ناحية الباب أكثر تزيد الأصوات كثرة وضحك ارتفاع. تقول سيس: بعد ما وصلت لحافة الباب وبدأت تتنصت كل شيء تغير فجأة. تغيرت نبرة الأصوات 160 درجة، وحتى صوت صديقتي ديان، وأنا متأكدة إنه صديقتي ديان موجودة معهم، تغير. حتى كلامهم كله تغير وصار غير مفهوم، يتكلموا بأشياء ما أفهمهم أبدا. وهنا عرفت إني بين ناس من العالم الآخر. تماسكت نفسي بصعوبة، اللي كان ما بقى شيء أصرخ بأعلى صوتي، وبدأت أركض ناحية المصعد وطلعت أدور على صديقتي ديان. وفي نفس الوقت اللي كان مصعد سيس طالع، مصعد ديان كان نازل للمرة الثانية. وهنا نستنتج إنه في شيء غلط صار، مستحيل يكون اللي صار صدفة. وهذا الموقف بالذات هو السبب الرئيسي اللي خلى طاقم الطائرة يقدموا شكوى للشركة. المهم بعد ما سيس طلعت الدور الأول وديان نزلت الدور الثاني وصار معهم كل اللي تكلمنا عنه قبل شوي لما قلنا إنه كان ببالها إنه سيس مسوي لها مقلب. لكن سيس وقتها طلعت متجهة لقمة القيادة عشان تكلم كابتن جورك باللي صار معاها ويجي يشوف إيش المشكلة. لكن للأسف المساعد كان في الحمام، لذلك اضطر إنه يخليها تنتظر عشان المساعد يجي ويتحكم بالطائرة. لكن سيس ما كان في عندها صبر بسبب الخوف على صديقتها، قررت انها تستغل الوقت وراحت تدق باب الحمام على المساعد. بعد ما وصلت لمؤخرة الطائرة بالقرب من الحمامات شافت المضيفة جيني ماسكة على راس المريضة وكانت تتقيأ. حرارتها ارتفعت أكثر بشكل مش طبيعي. راحت المضيفة سيس بسرعة ومسكت على راس المريضة وقالت للمضيفة جيني: روحي بسرعة دقي الباب على المساعد وتعالي انت وكابتن جورك. هنا سيس خلاص يعني صديقتها مختفية والمريضة تعبت أكثر، انهارت. هنا المضيفة وقفت من التقيؤ واستلقت على الأرض من التعب. بعد مدة قصيرة طلعت ديان من المصعد وشافوا بعض هي وسيس وتحاضنوا. وصل الطيار جورد أخيرا وشاف حالة المسافرة وحكى لهم يجتمعوا كل طاقم الطائرة حول المريضة، لأنه الطائرة ما بقي لها شيء وتوصل ولازم إنه يروح يتولى عملية الهبوط. راحوا بدأت الطائرة تهبط وكانت سيارة الإسعاف تنتظرهم على باب المطار. أخذوا المسافرة ونقلوها للمستشفى، وأما عن طاقم الطائرة أخذوهم للمطار وتكفلوا بكامل رعايتهم. بعد فترة قصيرة عاد طاقم الطائرة إلى مطار جون كينيدي الدولي وراحوا وقدموا سجل يشتكوا فيه للشركة عن اللي صار معهم بالتفصيل. لكن الشركة كالعادة ما كانت تعطي أي اهتمام لهذه الأحداث. أخذت السجل وحطيته عندها في الأدراج كالعادة، ما عارته أي اهتمام. وبعد هذه القصة الخبر بدأ ينتشر وتسرب الخبر إلى الصحافة. في حادث مرعب صار لكنه كان سبب بإنقاذ أكثر من 300 مسافر. في يوم من الأيام كانت الطائرة رقم 313 واقفة على المطار وتحت الصيانة. في هذا الوقت ما كان فيها أي راكب إلى الآن. كانوا في المطار ينتظروا متى تخلص الصيانة ويركبوا طائرتهم.
توجه كابتن الطائرة ودخل داخل الطائرة وجلس على كرسي الكابتن ينتظر متى تخلص الصيانة. بعد دقائق معدودة بدأ يسمع أصوات غريبة ومرعبة طالعة من غرفة الجحيم. استغرب لأنه من المستحيل يكون في شخص داخل هذه الغرفة. قام من على الكرسي وبدأ يتوجه ناحية الغرفة بهدوء عشان يشوف إيش يصير بالضبط، لكن أول ما فتح الباب انصدم. شاف شبح المهندس دوريجو واقف تحت، وأول ما نظر له تلاشى بالهواء. الكابتن من الصدمة والرعب تجمد الدم بعروقه. راح بسرعة أخذ جواله عشان يطلع بسرعة من الطائرة. وبنفس الوقت اللي كان فيها الطيار خارج من الطائرة سمع صوت شخص غريب يقول له خلي بالك المحرك فيه عطل. أخذ الكابتن جواله من على الكرسي بسرعة طلع من الطائرة وهو مرعوب مصدوم لأبعد الحدود، لكن رغم الرعب والصدمة اللي تعرض لها قرر إنه يتمالك نفسه ويتأكد من المحركات إذا كانت خربانة أو لا. كلم المهندسين وراحوا برفقته عشان يشوفوا ما إذا كان في محرك فيه عطل أو لا. وبعد دقائق من الفحص اكتشفوا فعلا إنه المحرك الثاني من الجهة اليسار كان فيه عطل، ومن المحتمل إنه يتعطل في الجو. وهذا الموقف هو اللي كان سبب بإنقاذ أكثر من 300 روح. وبعد هذا الموقف الشركة بدأت تخاف على سمعتها أكثر وأكثر، خصوصا إنه الموضوع صار منتشر بشكل كبير جدا. لذلك قررت إنها تنتزع كل القطع اللي أخذتها من حطام الطائرة رقم 401. وأخيرا بعد ما انتزعت القطع من على الطائرات اللي من نفس نوع الطائرة رقم 401 اختفت كل الظواهر الغريبة والمرعبة نهائيا. النصيحة اللي نستنتجها من القصة هو إنه لا تشتري قطعة مستخدمة لسيارتك أو لدراجتك أو حتى تشتري بيت مستخدم. لازم إنك تعرف عنه كل شيء قبل ما تشتريه، لأنه قد وربما القطع اللي تأخذها لسيارتك أو لدراجتك تكون مأخوذة من سيارة أخرى صار فيها حادث لا سمح الله، وحتى البيت من المحتمل إنه يكون صار فيها جريمة قتل من قبل. لذلك خليك حذر. كده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. أتمنى إنها تكون عجبتكم كافية إنها تخليكم تضغطوا زر اللايك وتشتركوا بالقناة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دمتم سالمين.